بيفول ما بقاش اندسبيوتد خلاص. ايه ده، هو لحق؟ وهل وايلدر بعد كل اللي مر بيه هيرجع تاني يكسب على الحلبة؟ وايه نظام بطولة الجائزة الكبرى دي وامتى ميعادها؟ وامتى كمان ميعاد المباراة القوية جدا للوحش اللي بيمتعنا بلعبه؟ كل الاخبار دي هنناقشها في حلقة جديدة من الملاكمة في اسبوع. يلا بينا نبدأ حلقتنا. I'm gonna show you how great I am. Great I am. Great I am. اول اخبارنا النهارده عن الاسطوره بيفول اللي بيتخلى عن حزام الدبليو بي سي. ايه معنى ان هو اتخلى عن الحزام؟ معناها ان هو اتحدد له ماتش للدفاع عن لقب الدبليو بي سي قدام بينافايدز وهو رفضه، وده لانه شايف ان هو ما خدش فتره كافيه من بعد ماتشه مع بيتر بييف، غير انه هو شايف ان الثلاثيه بينه وبين بيتر بييف اهم من ماتش بينافايدز الفتره دي، وبكده بيروح حزام الدبليو بي سي رسميا للبطل بينافايدز. من وجهه نظر بيفول هو شايف ان الفتره دي محتاج ان هو ياخد فتره الراحه الكافيه، وكمان ان هو يقعد مع عيلته اكتر، وعلشان ان هو كمان يبدا كده يصفي ذهنه علشان يعمل ماتش الثلاثيه بينه وبين بيتر بييف. وهنا السؤال، تفتكروا مين اللي يكسب لو اتعملت الثلاثيه؟ خبرنا اللي بعد كده عن ديونتاي وايلدر، الأسطورة اللي ياما قبل كده متعنا بلعبه، بيستعد يوم 27 مايو اللي جاي لمواجهة تيريل هيرندون. الماتش ده هيكون في ويتشتا بولاية كانساس. وهنا سؤال مهم بسأله لكم، شايفين ان وايلدر يقدر ان هو تاني نجمه يلمع زي ما كان في الفترة اللي فاتت، ولا راحت عليه؟ بطولة الجائزة الكبرى للملاكمة على مستوى الدبليو بي سي بالشراكة مع موسم الرياض اتحدد لها ميعادها الرسمي اللي بقى من 17 ل 20 ابريل في الرياض في السعودية. هيكون متواجد اكتر من 40 دولة بتشارك في البطولة دي. المباريات هتبدأ من دور ال 32 والخسران اوت. تفتكروا البطولة دي هتسمع وهتنافس البطولات العالمية التانية والبطولات بتاعت الاتحادات الكبرى، وهيبقى عليها اقبال من الملاكمين، وهيبقى حلم كل واحد ان هو يشارك فيها؟ سيبوا لي رأيكم. فيليب هيرجوفيتش بيكسب جو جويس بإجماع الحكام، وصرح في تقرير ليه بعد الماتش إنه هو عاوز ياخد الفرصة مرة تانية إنه يقابل دانيال دوبو، وده لأن دانيال دوبو هو الوحيد اللي كسب البطل ده وساب علامة في السجل بتاعه. أقل من شهر بيفصلنا عن ماتش ممتع جدا مع الأسطورة والوحش ناويا إينوي، الماتش اللي هيدافع فيه عن ألقابه وأحزمته. الدفاع عن اللقب هيكون في وزن البانتم في لاس فيجاس. ودلوقتي نيجي لسؤال مهم في منطقة الوحش ده، مين فيكم بيحب طريقة لعبه وإيه الضربة اللي هو مميز بيها؟ سيبوا لي رأيكم في التعليقات. بكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا لأهم أخبار الأسبوع ده، ونشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من الملاكمة في أسبوع. كان معكم الملاكم الأولمبي رامي حلمي. تشاو.